إلى تل أبيب. معنا من هناك ناطق باسم جيش الدفاع الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي. أهلا بك سيد أدرعي. بداية، هل تؤكد لنا بأن هذه العملية التي شنتها الفصائل الفلسطينية بقيادة حماس ما زالت متواصلة؟ نعم، وقوات جيش الدفاع الإسرائيلي تقوم الآن بتطهير المناطق وتحاول إخلاء المناطق السكنية الإسرائيلية التي دخلها هؤلاء الزعران المخربين وتشتبك معهم. وبالفعل إسرائيل من جانب واحد تكثف جهودها الدفاعية لتطهير هذه المناطق المدنية الإسرائيلية من هؤلاء الإرهابيين، وفي الجهود الثانية الجهود الهجومية أطلقت إسرائيل السيوف الحديدية لاستهداف مواقع حركة حماس وكل ما يتعلق بحركة حماس داخل قطاع غزة، لأن حماس أخطأت التقدير. حماس التي بدأت بهذه الهجمة الكبيرة الإرهابية البشعة، انظروا إلى هذه الصور للمدنيين الإسرائيليين الذين يحتجزون من قبل هؤلاء الإرهابيين السفلة الذين تماما. هنا سيد أدرعي، نعم، إن توفرت لديك أي حصيلة حول هؤلاء الأسرى، نتحدث عن أسرى من مدنيين ربما حتى أيضا من جنود، هل لديكم حصيلة ولو أولية عن العدد المحتمل من الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية؟ حتى هذه اللحظة لا توجد مثل هذه الإحصائيات، نقوم بترتيبها. المصادر الطبية الإسرائيلية الرسمية أعلنت عن عدد من الإسرائيليين الذين قتلوا أو أصيبوا وعددهم كبير، لكن في كل تأكيد نحن الآن كما قلت في الجيش الإسرائيلي مركزين على هدفين. الهدف الأول الدفاع، تطهير المناطق، إخلاء هذه المناطق من هؤلاء المجرمين الإرهابيين. انظروا إلى هذه الصور، هؤلاء السفلة بكل معنى الكلمة، لا يوجد أي كلمة أخرى في القاموس العربي يمكن وصف هؤلاء الإرهابيين بها. والجهود الثانية هي الجهود الدفاعية الهجومية، ولذلك أطلقنا السيوف الحديدية، وفي الساعات الأخيرة تم استهداف عشرات الأهداف التابعة لحماس، وفي الساعات المقبلة سيتم استهداف والإغارة وشن مزيد من الهجمات على قطاع غزة. حماس أخطأت التقدير. سيختصر الرد الإسرائيلي، نفهم سيد أدرعي أن سيختصر على هذه العملية عملية السيوف الحديدية، أي الغارات الجوية فقط؟ كل الاحتمالات واردة على الطاولة وأنا لا أستبعد أي خيار. نحن مركزين الآن، نحن في حالة حرب، لا في عملية، لا في معركة، لا في أي كلمة أخرى. نحن في حالة حرب، وعندما تعلن الحرب فكل الإمكانات وكل الموارد وكل الاحتمالات واردة. وكما قلنا حماس بهذه التقديرات الخاطئة التي قامت بها فتحت أبواب الجحيم على قطاع غزة، وساعات القادمة ستشهد مزيد من الغارات الإسرائيلية، وساعات القادمة ستشهد مزيد من الضربات الإسرائيلية، وحماس تعرف بأنها أخطأت التقدير. كل شعب إسرائيل موحد خلف الجيش، خلف قوات الأمن، خلف المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية. سيد أدرعي، يعني رئيس الحكومة الإسرائيلية قال إن إسرائيل ستعزز أمن الحدود لمنع الآخرين من ارتكاب كما قال خطأ الانضمام إلى هذه العملية الفلسطينية. من المقصود؟ هل المقصود الداخل يعني الضفة وداخل إسرائيل، أم ربما أبعد من ذلك لبنان تحديداً؟ عيوننا مفتوحة وتنظر إلى كل الجبهات التي تحيط بنا، ونحن نعتقد بأن حماس التي أخطأت التقدير، ونحن لا ننصح أحد بإعادة أخطاء وحماقات حركة حماس. نحن مستعدين للجبهات، ونحن الآن نجري كل التقديرات وكل الجلسات ونستخلص كل العبر من الساعات الماضية، ونحن على أهبة الاستعداد. نحن الآن نركز عمليتنا وأعمالنا في قطاع غزة ضد حركة حماس، ننظر إلى كل الجبهات ولا ننصح لأحد أن يخطئ مثل ما أخطأت حركة حماس. هي لديكم على ذلك لديكم مؤشرات، يعني لم تستندوا إلى هذه الدعوة التي صدرت عن محمد الضيف، لكن معنى ذلك أن لديكم مؤشرات، معلومات ربما استخباراتية أن هناك احتمال انضمام في إطار ما يعرف بتوحيد الساحات. نحن هناك جهود استخباراتية أيضا تبذل بهذا المكان، وهناك أيضا جهود ميدانية عملياتية تبذل على كل الساحات والجبهات. حاليا كما قلت تركيزنا
هو لإعادة الأمن إلى الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة، تطهير البلدات الإسرائيلية من الزعران المخربين السفلة الذين دخلوه من قطاع غزة، وتكثيف الغارات على قطاع غزة، على مواقع حركة حماس، على نشطاء حركة حماس. نحن سنرد الساعة ساعين على هذه الأعمال وهذه الأفعال الشنيعة. انظروا إلى هذه الصور لمخربي حماس مع عجوز إسرائيلي، مع أطفال، مع نساء، كيف يستخدمون، كيف يتصرفون. هذا فقط يدلل على القيم المتدينية، على المبادئ الأخلاقية الرخيصة لهؤلاء الإرهابيين. ونحن سنتعامل معهم بكل قوة وسنرد لهم الساعة ساعين كما قلت. نعم سيد أفيخاي، يعني نحن نتحدث إليك، نتابع كانت صور مباشرة للاجتماع الأمني للحكومة الأمنية المصغرة الذي بدأ برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. هل من اتصالات مع ذلك مع أطراف إقليمية لمحاولة ربما بحث حدود لهذا الرد؟ بالطبع إسرائيل سترد، لكن ليكون هناك حدود لهذا الرد. هل من اتصالات بدأت بينكم وبين الأطراف الإقليمية؟ نتحدث مثلا عن مصر، الأردن، وحتى الولايات المتحدة. نحن في حالة حرب، ومن يدير إذا كانت وإذا لم تكن فهي الجهة السياسية. نحن في حالة حرب، الجيش الإسرائيلي يضرب في قطاع غزة، الجيش الإسرائيلي يقصف في قطاع غزة، الجيش الإسرائيلي يعزز الجهود الدفاعية في محيط قطاع غزة، الجيش الإسرائيلي يعترض القذائف الصاروخية التي تطلق من قطاع غزة، الجيش الإسرائيلي يقتل المخربين والإرهابيين، يستهدف المخربين بلا هوادة. هذا هي هموم الجيش الإسرائيلي. نحن في حرب وستستمر هذه الجهود، ونحن سنستهدف المخربين وسنستهدف مقاوماتهم ومقدراتهم بلا هوادة. تكون هناك عملية برية، يعني هذا أقصى ما يمكن أن يكون عليه رد الفعل الإسرائيلي؟ كما قلت كل الاحتمالات واضحة. نحن في حرب، نحن في حرب. السيادة الإسرائيلية إنهاء حكم حماس في القطاع أيضا، يعني هذا مطروح لديكم؟ كثير من الإسرائيليين قتلوا. نحن في حالة حرب، وفي حالة حرب واضحة وواردة، ونحن لها ولا نخاف ولا نتردد في اتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل حماية الإسرائيليين، ومن أجل أن يعرف من استهدف ومن انتهك السيادة الإسرائيلية إنه أخطأ التقدير، وإنه سيدفع ثمنا باهظا على هذه الجرائم وعلى هذه الاعتداءات. أستاذ أفيخاي، يعني فقط حتى نعيد لنذكر بخصوص الحصيلة، يعني تؤكد وقوع جنود بين الأسرى وأيضا بين القتلى وأيضا المصابين. سيد أدرعي تسمعني؟ طيب، فقد الاتصال مع أفيخاي أدرعي. طيب تفضل أستاذ أدرعي. وحسب المعطيات قلت لا توجد حتى هذه الساعة، وساعات تتضح الصورة أكثر، وسيمكننا التحدث بالأرقام وبالمعطيات من هذا النوع. شكرا جزيلا لك أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي. كنت معنا من تل أبيب، وأكد لنا إذن إطلاق ما سمتها إسرائيل بعملية السيوف الحديدية على قطاع غزة. بدأت بهذه الغارات التي بدأت وتيرتها تتكثف